بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة واستدراك وعلى ما مضى في التسجيل الذي مضى قبل قليل عن فصل الدين عن السياسة. الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، إلى أن قال: وآتوهم من مال الله. الشباب والعزاب الذين يريدون أن يتزوجون آتوهم من مال الله، يعني ساعدوهم. الله يقول: ساعدوا المتزوج من راغب بالزواج. يا أصحاب الأموال أعطوا الشباب للزواج، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أنكحوهم، زوجوهم لكي يتخلصون من فاحشة الزنا وفعل قوم لوط. أبعدوهم عن الفواحش. الله هو الذي يأمر. لاحظوا الكلمة: يا أهل الاقتصاد، يا أهل المال، آتوهم من مال الله. الفلوس هذه، الدراهم والدنانير والدولار، هذه مال الله. الذهب والفضة مال الله. الله اللي أنزل هذا المال امتحانا واختبارا لنا أيها البشر. فقام الرأسماليون اتخذوا لهم منهجا، وقام عكسهم الشيوعيون والاشتراكيون واتخذوا منهجا معاكسا لهم، وكلهم على ضلالة. ومن يتبع الاشتراكيين والشيوعيين أو الرأسماليين فهو إلى جهنم وبئس المصير، والعياذ بالله. نبرأ إلى الله من هذه الأفعال. أهل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يوم القيامة سنراهم هكذا، أو في الدنيا شبههم الله بهذا من شدة ولههم وتعطشهم على الطمع والجشع والمال وكثرة المال بلا وجه حق، زيادة على رأس المال بلا حق وبلا بلا موجب حقيقي مشروع من الله. فإن هؤلاء كالمجانين، يصف الله بأنهم كالمجانين، يتخبط الشيطان من المس، يعني هذا كالمجنون، كالذي فيه مس من الجن. فإنهم هم الذين ما عندهم عقل، هم المتخلفون، هم الرجعيون. ليس أصحاب الشريعة الإسلامية هم الرجعيين. هؤلاء أصحاب الأموال الفاسدة، أصحاب القمار، أصحاب الميسر، أصحاب الروليت. يلعبون روليت هناك في الدول الثانية، هناك دول الغرب يلعبون روليت. هذيل يتخبطهم الشيطان من المس، يأخذون. ليش الربا؟ يأخذون ربا عشان يلعبون فيها روليت وغير روليت. المهم، هؤلاء محاربون من الله. فأذنوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنتم أعداء الله. أهل الربا هم أعداء الله، أهل الربا هم أعداء الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم في مجال فلكم رؤوس أموالكم، رأس مالك الله تعالى قال خذ لك، حلال لك، مال الله. هذا رأس المال مال الله، مو مالك أنت أصلا، بس الله تعالى امتحنك به، جعله لك امتحانا لك. ما خالف، متاع الدنيا قليل، تبضع بهذا المال قليلا، ثم تلجأ ثم تموت وتذهب تعود إلى خالقك وربك وصاحب هذا المال الحقيقي. هذه الأرض، الأراضي، أنا أرضي، هذه حدودي، هذه دولتي. الله يقول لك: إن أرضي واسعة، إن أرضي. الله يقول، خالق العظيم خلق السماوات والأرض، 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. الله 7 سماوات، وهناك أرض وأراضي 7 سماوات، وخلق الله أراضي 7 يتنزل الأمر بينهن، ومن الأرض مثلهن، يعني 7 يتنزل الأمر أمر الله يتنزل بين السماوات والأرض
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه أرضك التي هناك تتنازع عليها وحدودك التي تتقاتل عليها، هذه أرض الله، اتركها، لا تتنازع على أرض. جون يعني مضيق هرمز يتنازعون عليه، هذا مضيق الله، هذا بحر الله، هذا جبل الله، هذا سهل الله، السهول والهضاب والأراضي كلها أرض الله، جزيرة الله، هذه أرض الله، هذا بحر الله، هذا ماء الله، خلق الماء وجعلنا، الله جعل من الماء كل شيء حي، والفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا الغرق ويعفو عن كثير. من هو صاحب هذا البحار والمحيطات؟ من صاحبها؟ الله. نعم، سخر البحر، وهو الذي سخر لكم البحر، سخر البحر لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نشكرك يا ربنا على البحر والأرض والجزر والرياح، وهذه العواصف الآن الرياح ستأتي، وسيأتي يوم يرسل الله دخانا في السماء قريب، يقولون قريب، يقول هناك قريب سيأتي دخان عظيم يرسله الله من علامات الساعة الكبرى. سيأتي دخان يغطي السماء، لا نرى الشمس، وتتلوث البيئة وتتوقف الكهرباء وتتعطل الملاحة والتجارة ويعود الناس إلى القرون الأولى. والله تعالى أعلم، لا يعلم الغيب إلا الله. ولكن تغير الأجواء المناخية الآن بهذه الطريقة توشك أن تنذر وتنبه أن هناك عذابا قريبا. ذكرت لكم عذاب قريب جاي، نعم هذا العذاب قريب جاي إن شاء الله. انظروا إلى الحرائق في بعض الدول، انظروا إلى هناك خسوفات تحصل بعض الدول، شوفوا الفيضانات، شوفوا الزلازل، شوفوا البراكين، شوفوا الأشياء اللي قاعد تصير الحين، نزوح حيوانات قاعد تنزح وتروح أماكن ثانية. شنو هذا النزوح هذا؟ إيش قاعد تصير كذا؟ إيش في أماكن تغيرت؟ لأن هناك عذاب قادم، دخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب. لا تدخل الدين بالسياسة، القرآن هو الدين، ويقول لنا هناك سياسة في السماء سيسوسها الله العظيم، سياسة الدخان القادم، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب. يعني يا الله يقول يا مؤمنون إذا رأيتم الدخان قد جاء، يا مسلم قول هذا الدعاء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني يقول يا مؤمنون إذا رأيتم الدخان قد غشاكم قبل يوم القيامة يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويرحمنا ويتوب علينا وأن يبصرنا. اوعوا، استيقظوا يا شعوب، يا حكام، يا عالم كله، استيقظوا، جاءكم العذاب النذير من الله سبحانه وتعالى في القرآن. المستقبل القادم للإسلام، وهذه الدولة فلسطين سوف تتحرر، وسيخرج منهم أولئك الذين يدعون الإنسانية، هم أبعد ناس عن الإنسانية، وتسقط الرأسمالية والشيوعية كلها. صحيح دولة يوجد الآن شيوعية، قليل شيوعية يحكمون، لكن سيسقطون جميعا وسيركعون لدولة الإسلام القادمة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو لم تقم الساعة إلا يوم واحد، لو لم يكن يوم القيامة إلا يوم واحد، بقي يوم واحد يوم القيامة، لطول الله هذا اليوم لكي يخرج رجل من أهل بيتي من عترتي يملأ به الأرض عدلا
كما هم الأجورة من قبل، المهدي قادم. والسلام عليكم ورحمة الله.